السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. طبعا احنا في فصل الشتاء والشتاء ليله طويل، فقلنا بقى نقوم نعمل كده حبة بقسماط بنص كيلو دقيق. بس ما شاء الله والله، يعني تاكليه بقى في بكوباية شاي كده وتدفي نفسك، ما شاء الله. يلا صلوا على النبي كده نبدأوا مع بعض. أنا كنت حاطة الخميرة ديت، طبعا هي كانت كمية كبيرة، فيعني انت لو عندك الخميرة الفورية حطي معلقة شاي، معلقة صغيرة يعني. الخميرة ديت انا كنت عاملاها طبعا لعجين تاني، فانا خدت نصها. وحطي معلقة سكر كبيرة وقلبيهم كويس كده في بعض، يعني معلقة سكر وكبيرة ومعلقة خميرة صغيرة ونص كوباية زيت. نص كوباية بالكوباية بتاعتكم يعني المعيارية، لكن انا مني دي كوباية شاي صغيرة كنت مزودة عن النص شوية. هنقلبهم مع بعض بقى كويس كده، يعني نحاول نمزجهم يعني، بس طبعا الزيت عمره ما هيمتزج بالمية. وبعدين هنحط الدقيق، بس كده. نحط نص كيلو دقيق، هنقلبهم بقى كده ونخلي الزيت يبقى في الدقيق كله. هنحط شوية ملح كده يا دوب بين صوابعي كده، لان انتوا عارفين الملح لازم من الدقيق تحط ملح عشان بيظهر كده ريحة الدقيق كده، وايه، وبيدي طعم حلو. هنقلبهم كده وبعدين ناخد بقى المعلقة نركنها ونعمل بإيدي. هنعمل بقى كده بحيث ان الزيت يتوزع على الدقيق كله، يعني الدقيق يشرب الزيت. عشان يدي نعومة شوية للايه، للبقسماط، وما بيبقاش ناشف زي الحجر. ماشي، بعد ما بسيته كويس هنجيب بقى المية بتاعتنا ونحط شوية بشوية كده ونعجن. اه شوية بشوية كده لحد ما نكون عجينة لا هي طرية ولا هي ناشفة قوي، معقولة يعني، بس مايلة للايه، للنشوفية شوية. حط شوية بشوية كده، لان الدقيق بيختلف حبة بحبة كده اهوت، وتبقي حريصة بحيث ان لو انت طبعا زودت الدقيق زودت المية هتضطر تزودي دقيق، فانت كوني حريصة تحطي شوية بشوية صغيرين كده، وتلمي الدقيق تحت ايدك لحد ما تكوني عجينة زي دي كده اهو. اهي هنركنها بقى شوية كده بعد ما عجناها كويس وخدمناها كويس في العجين، خليناها ناعمة كده، سبتها زي 10 دقايق. وبعدين هنبططها بقى كده، يعني مش هنفرد بقى تحت هنفرد يعني شوية زيت كده عشان العجينة ما تلزقش مني، ولما نيجي نبرم البقسماطة تبقى سهلة علي. انا هنفردها كده يعني بحيث ان انا لما اقطع منها تبقى سهلة، يعني تبقى سنتي سنتي ونص كده ارتفاع. وهناخد منها بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، ناخد منها شريحة ونلفها نبرمها كده ونحطها في قلب الصينية اللي انا هنخبز فيها. البقسماطة طبعا بتبقى انا عملتها ارفع من صبعي، ارفع من صبعي الصغير كده، زي ما انتوا شايفين كده، وبمقاس الصينية ونرصها جنب بعضها كده. نبرم كده. لو انت عايزة تحطي ينسون او شمر او سمسم، حطيه رشيه على الرخامة، رشيه على الرخامة وبرومي عليه العجين. انا استخدمت سمسم، هوريكم دلوقتي. حطيت سمسم رشيته على الرخامة كده وانا بنبرم العجينة،
الحبة الأولانيين دول أنا عملتهم من غير خالص. عملت صينية من غير أي حاجة، من غير لا شمر ولا ينسون ولا أي حاجة. فاللي بعد كده عملته بالسمسم. لو طويلة شوية يعني حسب مقاس الصينية. في أجزاء كده بتبقى على جنب الصينية، بنضطر نصغر القطعة بتاعتي. رشيت سمسم اهو، وبعدين هنبرم عليه كده، هياخد من السمسم. وميزة كده ان هو مش هيطلع في الخبيز، ما سابش العجينة خالص. الأفضل لو عندك صواني، طبعا ما بينفعش بعد ما بيرفع في قلب الصينية أو في قلب الحاجة اللي انت رصاه فيها انك تشيليه تاني وتحطيه في صينية الخبيز. فالأفضل ان انت تكوني رصاه من الأول في الصواني اللي انت هتخبزي فيها. أنا طبعا كان عندي 3 صواني رصيت فيهم، وبعدين اضطريت ان انا نكمل النص كيلو، ما كفاش طبعا ال3 صواني. فحطيت في صواني الشاي كده لغاية اما نخلص ونشيلهم. لكن اما اتشالوا طبعا السمك بتاعهم اتغير، مع ان انا كنت حريصة ان انا نشيلهم من غير ما يجرى لهم حاجة، انا كنت شايلهم بحرص يعني. لكن مع ذلك برضو لازم هيتغيروا. فمن الافضل تعملي في الصواني على طول بتاعت الخبيز. بنحط السمسم كده على الرخامة، وبعدين نبرم عليه العجينة. نعمل يعني الايه الصبع بالصبع كده، الشوية على قد ما انا هنبرم الصبع اللي هو انا عملته بس، متحطش كمية ولا حاجة. ما شاء الله النص كيلو يعني جاء عمل حبة حلوين، وما خدش وقت ولا خد مجهود ولا حاجة خالص، اتعمل على طول. لو عندك مكان دافي تحطيه قيمة ساعة ولا حاجة وتغطيه. اهو انا عملته اهوت في الصواني، هوريكم الصينية الاولى اللي انا عملتها كانت من غير سمسم ولا من غير حاجة خالص. تحطيه بقى وتغطيهم كده عشان ما يقشفوش. وبعدين بعد ساعة كده ولا حاجة تروح مولعة الفرن، وعلى نار هادية خالص. بعد ما تسخني الفرن هدي النار، وتحطيهم على الشبكة اللي في النص. هيتحمر من فوق ومن تحت، ومش محتاج انك تولعي له شواية. اه زي ما انتوا شايفين كده، السمسم اهو فيه ومقرمش وجميل ومستوي من جوه ومفاضي كده من جوه، حلو خالص. وما شاء الله شوفوا عمل كمية لا بأس بيها، يعني حاجة حلوة. وما كلفتناش حاجة غير نص كيلو الدقيق وشوية السمسم وشوية الزيت. وتاكلي بقى بكوباية شاي كده ما شاء الله بألف هنا وشفا. جميل خالص في الشتا دوت، لو جوعتي بالليل ولا حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.